اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشتاء بقى وجمال الشتاء وحلاوة الشتاء والخضار الجميل بتاع الشتاء، ومن ضمن الحاجات الجميلة بتاعت الشتاء القرنبيط. ده للناس اللي بتحب القرنبيط. تمام. امسك القرنبيطة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين اهو، واقطع الزهرات بتاعتها كده واحده واحده، وابص فيها كويس واعرف ان القرنبيطه بتاعتي نظيفه تماما. تمام. ده مكان ايه ما هي بتبقى محطوطه على الارض كده اهو، وهقطعها زهرات. وهعمل ايه؟ طبعا احنا عندنا هنا بيبقى فيها اللي هي الدوده بتاعه الايه الخضره اللي زي دي. طبعا دي ما بتعملش حاجه او مش مؤذيه او مش مضره، فهنحاول ان احنا ننظف القرنبيط بتاعنا حته حته وارجع لكم تاني. كده حبايبي قطعنا القرنبيطه بتاعتنا واتاكدنا ان القرنبيطه حلوه ونضيفه وزي ما انتوا شايفين اهو. تمام. همسك بقى دي هعملها كده لان الزهرات بتاعتها رفيعه وانا مش عايزاها تتهري في الايه في التسويه. فكده هنحط في الميه بتاعتنا شويه ملح وشويه كمون، وهنسلق القرنبيط وارجع لكم تاني. حبايب قلبي يلا بقى بينا نعمل الخلطه الجميله الروعه بتاعه الايه القرنبيط. تمام. نعمل خلطه حلوه كده ولذيذه وجميله ومش هتاخد مننا برضو مكونات كتير. اول حاجه عندي الخضره. تمام اهو. احط الخضره. طبعا انا عدلت وما رضيتش اعمل القرنبيط غير لما اجيب الايه الخضره. حطي بقى بقدونس، حطي شبت، حطي كزبره، زي ما انت حابه تحطي. تمام. وعندي هنا اول حاجه معلقه توم. عايزه اقرب منكم بس الحاجه الاول عشان نبقى ايه متفقين. هاتي ازازه ميه حنان نبقى متفقين اهو. انا حطيت هنا الخضره وهحط التوم زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، وكمون، وشويه بابريكا وكركم اهو. كله على بعضه كده. يلا مش هنضيع وقت. وعندي هنا بقى مكون جميل كده هيخليه للقرنبيط بتاعي فظيع: معلقه لبن بودر. ولو ما فيش لبن بودر ما تحطيش، عايزه تحطي حليب حطي، مش عايزه تحطي حليب خالص ما تحطيش برضو ما فيش مشكله. وعندي هنا بيض. انا هنا عامله قرنبيط، كنت سلقت قرنبيطه وسلقت واحده تانية يعني. فهحط هنا ما شاء الله هحط 4 بيضات. تمام. ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. كده حطيت 4 بيضات. تمام حبايبي. تمام حبايبي. وهبتدي بقى احط شوية مية الاول. تمام. على الخليط ده عشان الحليب اهو. احط شوية مية صغيرين. ماشي. وابتدي اقلب الخليط ده الاول كده، وبعد كده هضيف باقي المكونات. عندي هنا معلقتين كبار نشا. ومعلقتين كبار نشا ليه؟ عشان هيخلوا القرنبيط بتاعي مقرمش وجميل. ماشي حبايبي اهو الخليط بتاعنا الجميل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. وابتدي انزل بقى بشويه دقيق، نص كوبايه دقيق مثلا اهو. هعوز شويه ميه هعوز شويه ميه، احط شويه ميه. يلا ان شاء الله ما حد حوش اهو. خلطه قرنبيط جباره والله، خلطه فظيعه فظيعه فظيعه. وهتشوفوا دلوقتي لما نقليه هيبقى عامل ازاي اهو. خلطه كده انا مش عايزاها خفيفه قوي ومش عايزاها تبقى تقيله برضو قوي اهو. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي اهو. ابتدي بقى احط فيها القرنبيط بتاعي واروح بقى احط الزيت الاول. شايفين الخلطه عامله ازاي اهو. فظيعه فظيعه فظيعه. طبعا انت بتقطعي القرنبيط بتاعك زي ما انت حابه، القطع اللي انت حابه تقطعيها، تقطعيها كبيره تقطعيها صغيره انت حره. تمام حبايبي. فانا عندي القرنبيط ده اللي هو اللي كان برد شويه. فهبتدي بقى ايه اقطع زي ما انا ايه عاوزه اهو. اقسم القرنبيطه وهحط هنا اهو. طبعا السكينه بتاعتي مكان الخضره. تمام حبايبي اهو. قطع القرنبيط هتطلع معانا فظيعه فظيعه فظيعه. يا سلام على فظيعه دي. تمام. انا بحب الحته اللي هو
العنق بتاع الزهر ده انا بحب اكلها بصراحه، فاللي مش حابب يخليها يعني في القليه ما يخليهاش، لكن انا عشان بحبها فبسيبها. تمام. نعمل بس شويه شويه الاول كده في قلب الخليط بتاعنا ده، ونبتدي نروح على البوتاجاز نحط الزيت بتاعنا الاول يتقدح كده ويبقى جميل، وبعد كده ننزل بالقرنبيط بتاعنا ونحمر احلى قرنبيط ممكن نعمله. هنا حبايبي الزيت بتاعنا اتقدح، نبتدي بقى نمسك قطعة قطعة كده، بس نشوف الأول نعمل تيست كده بسيط. لا لسه عايز شوية. تمام. أيوة بدأت الايه الفقاقيع تطلع اهو زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي بقى انزل بقطع الايه القرنبيط اهو زي ما انتوا شايفين كده في قلب الخليط اللي انا عملته، وابتدي احط في قلب الايه الزيت. تمام. هناكل شوية قرنبيط يعني واو، كله بالطريقة دي كده حبايبي. وزي ما قلت لكم بقى، عايزه تقطعي القطع كبيره تقطعيها صغيره زي ما انت حابه تقطعيها قطعيها. تمام. هو الزيت بس كان عاوز يتقدح شويه كمان، بس مفيش مشكله، هيفك دلوقتي ويبقى زي الفل. ماشي. وهننزل بقى بالقطع بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهسيبه لما يتحمر من الناحيه دي خالص، وارجع اقلبه على الناحيه التانيه. تمام حبايبي، مع بعض كده واحده واحده لحد ما نشوف احلى قرنبيط احنا عملناه. كده حبايبي قلبت القرنبيط على الناحيه دي، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله متحمر كويس قوي، سامعين، ومقرمش من الناحيه دي. هقلبه بقى واحمر واحده واحده كده، ولما بيقلب بقلبه على الناحيه التانيه، بحاول اهدي النار شويه عشان يستوي تماما ويطلع مقرمش كده وجميل. حبايب قلبي كده خلاص خلصنا القرنبيط بتاعنا، وبالجمال والطعامه والروعه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. شويه خضره كده على القرنبيط، الريحه بتاعته روعه روعه روعه. تمام. شايفين القرنبيط عامل ازاي؟ الحته دي انا قلت لكم انا بحبها. شايفين مقرمش من بره ازاي، وطري وجميل ازاي من جوه، ما شاء الله ما شاء الله. يعني شويه قرنبيط لوز اللوز. تمام حبايبي، عملنا كده القرنبيط بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه وما اخدش مننا وقت، وعملناه بالطريقه الشتويه الحلوه دي. حلوه الشتويه دي، طريقه شتويه جميله للقرنبيط. هو القرنبيط ما بيتاكلش ويبقى جميل قوي 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 غير في الشتاء. كده حبايب قلبي خلاص خلصنا الوصفه بتاعتنا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم بالف خير.